اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتعلم التأثيرات وهنتحكم فيها. لايك سبسكرايب ويلا بينا. انا اسلام مندو بعلمك الافتر افكت من تحت الصفر للاحتراف. النهارده اعلمك ازاي تتحكم في التأثيرات اللي هتضيفها على الفيديو بتاعك. انا جبت صورة عندي وده كبرتها شوية وعايز اضيف لها افكت. تمام. انا هروح على قائمة افكت. لو كل قائمة افكت مش ظاهرة عندك فانت ممكن تروح على الويندو وتختار قائمة افكت اند بريسيتس. تمام، اخترتها ظهرت عندي اهيت. هبحث عن افكت اسمه جلو. بحثت عن جلو لقيته اهوت، وهشده واروح حاطه على الصورة بتاعتي. شديته طبعا. اول ما شديت الافكت بتاعي بدأ يظهر عندي في قائمة افكت كنترول هنا، وشكل كمان الكوكب اتغير. تمام. انا اقدر اتحكم في المدى الجلو اللي في الكوكب من هنا، وهنا كمان يقدر يضيف لي زي اشعاع تاني، وهنا مثلا التوهج بتاعه. كل الكلام ده اقدر اتحكم فيه. تمام. دي نقطة. النقطة التانية بقى ان انا عايز اخلي الموضوع كده فيديو، مش عايز اخلي مجرد صورة متوهجة وبس. فعندي بقى حاجة مهمة اوي وهي الكي فريم. الكي فريم دي شرحتها كتير جدا في الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله، وازاي تتحكم فيها. مادام الساعة دي موجودة يبقى تقدر تتحكم في الافكت فريم باي فريم. تمام. انا هنا هتحكم في الجلو بتاع التوهج بتاع الكوكب. فشغل عندي الجلو ديت، شغلها هنا عند الكي فريم ديت، واشغل الكي فريم ديت. تمام. هخلي التوهج هنا معدوم تقريبا، يعني مفيش توهج اصلا، وهنا مفيش توهج خالص. صفرت كله ومخليتش فيه توهج. بعد كده هروح عند النقطة اللي بعدها واروح مغير عملية التوهج، وغيرتها في الثانية الرابعة. لا، انا عايز اقرب شوية، اقرب الكي فريم ديت هنا. تمام. لو بصينا كده بص التوهج عمل ازاي. على فكرة انا اتكيت حرف يو هنا فظهر لي كل الحاجات اللي معمول عليها كي فريم. تمام. بدأ عندي التوهج يعمل ايه. بدأت تتوهج كده بطريقة ايه، طريقة بالراحة كده وسلسة. انا عشان اخليها سلسة اكتر اعلم على الكي فريم بتاعتي واتك اف 9. تمام. واروح واخدهم كوبي عشان اخليها تفضل تتوهج. كنترول في، واشوف بقى الموضوع بقى عامل ازاي. بص بقى عامل ازاي، قاعدة تتوهج كده بشكل لذيذ. طبعا في افكتات كتير قوي لو فضلنا نتكلم عليها. عايزك كل افكت من دولت عايز فيديو لوحده. هنشرح افكت كمان عشان يبقى الموضوع ملموس اكتر، او لو انت ما فهمتش من اول افكت تفهم في الافكت اللي جاي. هضيف تكست كده في اسلام مندو. تمام. وهنضيف للكتابة ديت افكت. هنروح على قائمة افكت ونبحث عن دي كودر. ظهر معايا افكت اهو، اروح ضايفه على التكست بتاعي واشوف بقى عمل ايه الافكت ده. بص بدأ يعمل ايه. بدأ يظهر الكلام بطريقة لذيذة قوي الصراحة، روعة. لو عايز اي افكت تاني طبعا بتاع التكست هتروح على تكست وتشوف اي افكت انت عايزه وتمسكه وتروح شده على التكست بتاعك. هيبدأ يظهر لك الكلام بشكل مختلف، وهتقدر تضيف اي افكت على اي تكست انت عايزه واي صورة انت عايزها. والافكتات دي كتير بس انا بفهمك ازاي تضيفها وازاي تغير فيها او تعدل عليها. الفيديو بتاعنا كده انتهى. اتمنى انك تكون استفدت وتعمل لايك سبسكرايب وتتفرج على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية. انا اسلام مندو بعلمك ادوبي افتر افكت من تحت الصفر للاحتراف. ودلوقتي احب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.